هذه فكرة زوينة لمشروع صغير ومربح بالنسبة للناس اللي كيقلبوا على المشاريع الصغيرة في هذا البرد. شوفوا معايا هاد السيدة كيفاش استغلت هاد القطعة القماش وتصنع منها حذاء البرد. جات النص ديال هاد الثوب طراساتو، وكذلك من الجنب على هكا شوفوا الطريقة كيفاش كتقطع، يعني دخلت فيه واحد شوية وجابت ثوب اخر عندها جوج توابات مفصلاهم بحال بحال. وهذا المشروع صراحة للناس اللي كيعرفوا يخيطوا في الماكينة. جات خيطات هذيك الطراساج اللي طراسات، من بعد غادي تقلبوا بهذا الشكل كيف كتشوفوا. نتوما غير تبعوا مع السيدة وراكم غادي تفهموا. من بعد غادي تخيط هاد الحاشية بالماكينة، وفي هاد الجهة خيطات التحتاني ديال الصباط بعد ما قيساتو على الفراشة وخدات القياس المناسب. غادي تجيب هذاك الثوب اللي خيطات من الفوق وغادي تلصقو مع الفراشة من التحت. من بعد غادي تقلبو غادي يعطينا هذا الشكل هذا. وهذا مشروع ناضي، حيت في هذا البرد بزاف ديال السيدات كيبقاو يديروا تقشيره فوق تقشيره. الا كنتو جداد اول مره كتشاهدوا القناه خليو معكم ابوني جيمو كومونتير، ولا كنتو ديجا كتشاهدوني خليو معكم جيمو كومونتير، بارطاجيو الفكره الا عجباتكم.